القضية الفلسطينية. في ناس بتحتفل بالانتصار والاستقلال، وفي ناس بتحتفل بالانكسار والانهزام، والاثنين في مكان واحد. أنا بلتقي برؤساء وفود للجاليات اليهودية في العالم، بلتقي بيهم ودايما أقول لهم خلي بالكم، في فرصة حقيقية رغم انه يمكن ما يكونش في مبررات من وجهة نظر كثيرين انه يتعمل سلام. الظروف اللي بتمر بالمنطقة والكلام ده كله يمكن ما يدفعش، لكن انا بقول لهم احنا هيبقى عندنا فرصة حقيقية، واذا كنتم تثقوا في كلماتي والمسيرة التجربة اللي انا شفتها خلال عمري اللي فات ده كله، شفت حالة كنا موجودين فيها وحالة احنا بقينا موجودين فيها دلوقتي. الحالة دي حققت الامان لكم. حد يقول ان السلام ده مش دافي، هيتحقق سلام اكثر دفئا بالشكل اللي موجود بين مصر واسرائيل بعد معاهدة السلام. محدش كان شايفه، لكن الواقع ومرور الزمن أكد إن ده أمر ممكن إنه يتحقق بشكل جيد. نستطيع لو إحنا، ما هو الأمر مش إرادة بس قيادة، إرادة قيادة وإرادة رأي عام. والرأي العام زي ما قلت كده جزء كبير جدا منه معاش التجربة اللي أنا بتكلم عليها، اللي هي تجربة ما قبل اتفاقية السلام بين مصر وبين إسرائيل. من فضلكم الأحزاب الإسرائيلية والقيادة الإسرائيلية، من فضلكم توافقوا من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، ولن يكون ده مقابله إلا كل أمر جيد وعظيم للأجيال الحالية وللأبناء وللأحفاد القادمين. أنا بقول لكم لو تحقق هذا الأمر إحنا بندخل مرحلة جديدة جدا يمكن تكون مش محدش مصدقها، بس يا ترى إحنا هنغتنم الفرصة ونتحرك في هذا الإطار. أرجو إن زي ما قلت كده القيادة الإسرائيلية والأحزاب الإسرائيلية تتفق على إن الموضوع ده موضوع في منتهى الأهمية، ولو ده تحقق إن شاء الله سنرى في المنطقة العجب، سنرى في المنطقة اللي هي بتتفجر دلوقتي واحنا كلنا حاسين بان يعني خايفين من بكره. لا، لو تحقق ده احنا هيبقى واقع جديد جدا جدا. انا بقول لكم هتكتب صفحة اخرى جديدة لا تقل، يمكن تزيد عن ما تم انجازه في معاهدة السلام بين مصر واسرائيل اللي مر عليها اكتر من 40 سنة دلوقتي. الزمان والوقت كفيل بتجاوز كتير من المسائل. ارجو الكلام اللي انا بقوله ده يبقى مسموع لكل الاشقاء ولكل الاصدقاء ولكل اللي بيسمعوني دلوقتي. بقول للاسرائيليين وهم بيسمعوني، وارجو ان القيادة الاسرائيلية تسمح بان الخطاب اللي انا بتكلم بيه ده يتم اذاعته في اسرائيل مرة واثنين. في فرصة حقيقية رغم انه يمكن ما يكونش في مبررات من وجهة نظر كثيرين انه يتعمل سلام.